على كل حال هي كانت بدايه موفقه لابعد الحدود، حيث سجلنا الهدف الاول كان مفكر، ولكن كما قلت حاله الطرد هي اللي اخلقت شويه نوعا ما خلطت لنا شويه الاوراق، ولكن اللاعبين كانوا مركزين فوق الميدان. حقيقه ولينا نلعبوا ب 10 لاعبين معناتها تو لي سيستيم اللي اتى كما يقول لك ريغولي، ولينا نلعبوا ب 4-4-1. الحمد لله اللاعبين قعدوا يلعبوا بنسق واحد، قدرنا باش نسجلوا الهدف الثاني والهدف الثالث. دخلنا الشوط الثاني بنفس الطموحات، تكلمنا مع اللاعبين نعاود معليش سمحوا لي اللي ما لازمش نعاودوا نولوا للوراء، نقعدوا نلعبوا بنفس العزيمه، نستعملوا الاطراف. قدرنا باش نسجلوا الهدف الرابع بعد ما سجلوا لنا الهدف المباغت. الحمد لله اليوم كانت الاداء احسن من المقابله اللي فاتت ضد فريق القليعه. هذا الفوز اللي راح يخلينا باش نحضروا مقابله اللي راح تكون صعيبه، راح تكون اخر مقابله في الاياب ضد فريق مستعد. الحمد لله اليوم على كل حال الاداء كان تحسن نوعا ما، قدرنا نسجلوا 4 اهداف وهذا هو المهم. شوقي الحمد لله اليوم سجل الهدف الرابع. ان شاء الله اللاعبين راح ندخلوا نعطيهم يوم راحه ونستهلوا الاسبوع ان شاء الله، راح نحضروا المقابله اللي راح تكون صعبه ضد فريق مستعد ان شاء الله. والله غير شوف باش نجاوبك على السؤال، باش نصرحك الانتدابات حقيقه فكرنا فيهم وقدرنا كما يقول لك اونسيبل كلكو جوار، ولكن يقعد العائق الكبير هو عائق السيروره الماليه. اليوم الحمد لله كاين ديريكتوار، البارح ما يخفالكمش باللي جاوا الاعضاء على راسهم رئيس البلديه، شرح لنا بعض الامور. هي على كل حال راح تكون بعض ايام ولا سي اون كيسيون دو طون باش يكون كما يقول لك سيرتو سور لو بلون ادمينستراتيف، ومن بعد نقدروا نتكلموا على الميركاتو. الى يومنا هذا ما نقدروش نتكلموا على الميركاتو، دونك ما عندناش السيروره الماليه اللي تخلينا كما يقول لك ننتبدوا اللاعبين. هكا تتوفر السيروره الماليه ومن بعد نتكلموا على الميركاتو.